السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير اوي. انا بقى النهاردة جاية بفيديو جديد وفيديو مختلف شوية. احنا بقى عقبال عندكم جميعا يا رب. احنا عندنا صبة ورايحين نصب شقة سيلفي. فاحنا بقى ايه، قررنا ان احنا نعمل اكلة حلوة كده للناس طبعا اللي بتصب. كل واحد كان عامل في شقته طبعا. فانا بقى عملت ايه، انا طبعا كنت مجهزة المحشي من بالليل، وكنت مجهزة الكفتة عملتها طبعا، وانا كنت مفكرة ان الكاميرا شغالة، طلعت الكاميرا مش شغالة. فمعلش بقى مصورتش المحشي وانا بعمله تعالي تعالي، وما صورتش الكفتة. تعالوا بقى انا اقول لكم انا عملت ايه. انا طبعا طلعت اللحمة غسلتها حلو طبعا جدا. بعد من كده حطيت المية على النار تغلي. انا بسلقها يا جماعة، مش ان انا بعملها، مش بلوحها، انا بحب اسلقها. انا بقى حطيت في المية بصلة، ورقة لوري، حطيت حبهان، حطيت طماطمية وسبتهم يغلوا مع المية. طبعا بعد ما يغلوا مع المية هسقط اللحمة في المية، وهي بتغلي بتطلع معانا احلى شوربة، بتبقى حلوة وجميلة. انا بقى كنت مجهزة الكفتة ديت، عملتها ببطاطس وبصل وتوم وشبت وكزبرة، وحطيت قرن فلفل. وطبعا كانت اللحمة بتاعتها سمينة شوية، حطيت لها شوية بصومات، طبعا ضربتهم في الكبة. وبعد من كده بقى ايه، صبعتهم زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت البهارات بتاعة الكفتة والملح والفلفل، وصبعتهم بقى وهقلها في الزيت. انا بقى حطيت المية لسه طبعا ما غلتش معايا، فانا بقى حطيت الكفتة تستوى، يعني تحمر في الزيت. بعد من كده بقى ان هكمل بقية الغدا بتاعنا. عايزه اقول لكم ان كان اليوم طويل جدا، وكان يوم صعب، وتعبنا فيه قوي برضو. فيعني كان يوم مرهق قوي، خصوصا بقى ان احنا مخلصين صبة متأخر جدا، يعني مش مخلصين بدري ولا حاجة. انا بقى حطيت بتاع الكفتة تتقلى. عايزه اقول لكم ان مليكة يعني برضو صاحية معانا وبتناحي، ومش راضية تبطل مناحية، وعمالة تكسر في الرمود وشكلها تكسره. فانا هنا بقى اللحمه خلاص، الميه بتاعتي غلت خلاص، سقطت اللحمه بتاعتي فيها. طبعا هتعمل ريم على الوش كده، الريم ده هنشتغله خالص، هتبقى معانا احلى شوربه. ونحط الفلفل الاسمر بتاعها عليها والملح لما تستوي كده خلاص. انا ما بحطش الا فلفل اسمر بس يا جماعه، انا ما بحطش اي حاجه اللحمه عشان ما تغمقهاش، لان اللحمه ما بتحط لها بهارات كتير الشوربه بتاعتها بتغمق، متبقاش حلوه. عايزه اقول لكم ان الرماد اتكسر 100 حته اهوت، يعني الرماد بتاعي اتدغدغ. الكفته بقى بعد ما انا قلتها بالشكل ده، انا جهزت معايا معلقتين صلصه كنت عيناهم في التلاجة. هعمل ايه، هحط الكفته فيهم تاخد لها غلوتين معاها. هنا الريم بقى بتاع الشوربه اهيت، انا بشتله بقى خالص، لازم انا اخلي الشوربه بيضه وحلوه كده، ما يكونش عليها اي ريم خالص، فبشتله. هنا برضه انا بشتغل لان كان عامل كمية جامدة، فبحاول ان انا اشتغله. معلش طبعا بقى الصوت مليكة، لان مليكة عمالة تلعب. والله عايزة اقول لكم ان الساعة 11 بالليل اصلا، دخلت على 12 اهيت، وهي طبعا صاحية بقى من النوم وعمالة تنحي فيا. انا بقى اشتلت الريم خالص. شوفوا الشوربه بتاعتنا بقت حلوه معانا وزي العسل اهي. انا هفرم لها حبيتين طماطم عشان انا حباها تكون حمرا خالص، فانا طبعا هفرم لها طماطم بس مش الوقت لما تستوي خالص، عشان خاطر الطماطم ما تخليهاش تبقى جامده وتبقى حلوه معايا. إيه بس يا مليكه، لسه يا لوكا كسرت الريموت. عماله تبصلي وتضحك ان هي عماله تدقدق في الريموت. طبعا الريموت غالي، فخساره يتكسر ريموت الشاشه. هنا خلاص بقى كده، انا حطيت بقى الفلفل الاسمر بتاعي. هنقل بقى اللحمه بتاعتي ديت على عين تانية. بعد من كده بقى احط بقى ايه اللي المحشي بتاعي يستوي طبعا، عشان خاطر الوقت وكده. بس انا هعمل البطاطس بتاعتي الاول. انا جبت طبعا اللحوق بتاعي، قلت اعمل بقى صينيه بطاطس غنطوطه كده معايا. شوحت البصله بس بشويه زيت وشويه فلفل اسمر، ما حطيتش اي حاجه تانية، انا شوحتها بس بيهم.
بعد من كده ضفت البطاطس برضو بتاعتي. البطاطس برضو حطيت عليها فلفل اسمر وشوحتها برضو، اديت لها تشويحه معاها. عايزه اقول لكم انا ما حطيتش الصلصه بتاعتي الاول، انا حطيت الميه بس، قلت اعملها بالميه، على فكره بتستوي بسرعه وبتبقى جميله جدا. بعد من كده هضيف الصلصه بتاعتي، بس الصلصه طبعا انا كنت عامله طماطم صلصه وحطها في الفريزر، ساعه ما باجي اطبخ اقوم مطلعاها على طول. دي بقى اللي ايه بتبقى سهله معايا وسريعه وبتبقى حلوه جدا. وبعدين الكهرباء بتقطع، فاحيانا نطبخ بدري نطبخ متاخر، فانا بقى شغلت دماغي كده وعملت الصلصه في الفريزر وسبتها لوقت بقى ايه ما انا بحب ان انا اطلع اعملها الاكل بتاعي بطلعها على طول. انا بقى بعد ما شوحتها حطيت البهارات بتاعتي، فلفل اسمر، كمون، 7 بهارات بس مش اكتر. الملح بتاعي حطيته، فبديها تقلبتين مع نفسها كده. حطيت فص توم طبعا، توم مهروس، انا هرست التوم طبعا وحطيته. بعد من كده بقى بضيف المية بتاعتي، بحط بقى المية بتاعتي عليها وبسيبها بقى تستوي شويه مع نفسها. بعد من كده بقى بضيف الصلصه عليها. عايزه اقول لكم ان هي بتطلع جميله جدا وخطيره وطعمها حلو قوي، خصوصا بقى بعد ما بنحمرها في الفرن. تحمريها في الفرن بتبقى جميله جدا. هنا بقى انا خلصت. عايزه اقول لكم ان كان اليوم صعب جدا والله يا جماعه، والواحد كان خلاص بقى فصل خالص. انا بقى ايه حطيت بقى الميه سبتها تستوي بقى مع نفسها، قلت لا بقى الوقفه ديت عايزه لها حاجه ايه تصحصحنا شويه. قمت جايه طبعا عامله كوبايه شاي وانا واقفه كده تفوقنا. انا بعد ما هي خلاص الميه بقى وغلت معايا غلوتين واتظبطت وبقت حلوه، حطيت بقى الصلصه بتاعتي وسبتها معاها تستوي فيها، كانت حلوه جدا. سبتها بقى معاها. انا بس وريتكم الصلصه بتاعتي، هي بتفك طبعا فيها وبتبقى حلوه. هسيبها بقى تفك. بعد من كده بقى ايه هحط المحشي بعد ما تستوي. انا هنا بقى حطيت بقى كوبايه الشاي بتاعتي، قلت بقى ما اعمل كوبايه شاي كده وانا واقفه، يعني تسليني كده وتدينا طبعا طاقه كده واحنا واقفين، لان انا كنت دماغي مصدعت خالص، فقلت حاجه بقى تسليني وانا واقفه. عايزه اقول لكم اصلا ان مليكه والله كانت على دراعي برضو، كنت انا شايلاها ان هي كانتش بتسكت، فانا شايلاها على طول. احنا بقى البطاطس بعد ما هي استوت اصلا وكانت بقت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده، ما شاء الله عليها، كانت حلوه جدا. انا بقى كوبايه الشاي بتاعتي غلت خالص. انا بقى نسيت الكاميرا برضو مفتوحه، انا مفكره ان انا قافله الكاميرا، والله ما نسيتها مفتوحه خالص، لان مليكه طبعا كانت على دراعي وانا بخاف عليها شويه من البوتاجاز ومن النار. انا بقى بحب الشاي تقيل شويه يا جماعه، مبحبوش خفيف. عملت بقى كوبايه الشاي وظبطتها، حطيت مليكة بقى على الارض لحد ما صبيت كوبايه الشاي. هنا بقى ايه انا حطيت جبت حبايتين طماطم، وطبعا انا الخلاط بتاعي بايظ، فقلت هستعمل الهاند بريندر بتاعي، قلت هجربه كده، لقيته ما شاء الله فرم لي الطماطم وخلاها لي حلوه جدا، وكانت زيها زي الخلاط بالظبط. فهي كانت حلوه. انا طبعا بتك عليها اهو عشان تتفرم وبعملها بالراحه، فهي ما شاء الله جميله جميله جميله. فرمت بقى معايا خالص اهيت. انا بقى بشغله بسرعه، يعني انا كنت بهدي سرعته وبرجع اشغله تاني، ارفعه شويه واسيبه شويه عشان خاطر ما يبص معايا او يجراله اي حاجه. طبعا لازم نخاف عليه لان الحاجات دي غاليه جدا وحساسه، فلازم نخاف عليها. انا عايزه اقول لكم شوفوا ما شاء الله جميل جدا. وغنينا عن الخلاط والله اليومين دول، بس هو الخلاط بتصلح وهجيبه ان شاء الله قريب. هنا بقى بعد ما انا فرمتها ما شاء الله طلعها حلوه وجميله، يعني ما كانتش عامله تفل كتير ولا حاجه. بعد من كده بقى هفضيها على الشوربه بتاعتي. خلاص اللحمه قربت تستوي معايا، فانا بقى هجيبها هنا وهفضيها بقى في الشوربه، عشان انا عايزه الشوربه بتاعتي تبقى حمرا ما تبقاش بيضه. انا حباها حمرا لان هنا طبعا بنحبها حمرا شويه، ما بنحبهاش بيضه خالص. بسيبها بقى ما شاء الله بتدينا بقى الحمار اللي انتوا شايفينه ده، بتبقى حلوة كده وجميلة. وطبعا انا بقى جبت المحشي بعد ما البطاطس استوت واللحمة بتاعتي بتغلي اهيت. انا اتفت عن اللحمة، انا جبت بقى الكرنبين شوربة كده 3، ضفتهم على المحشي بتاعي عشان اسقي بيه المحشي. الشوربة حلوة جدا للمحشي،
كلنا طبعا بنسقي المحشي بتاعنا بالشوربة، او ما فيش شوربة بنحط مية ومرق الدجاج عليه عشان يدينا الطعم الحلو بتاعنا. انا بقى سقيتها، وطبعا عملت حركة حلوة برضو، جبت معلقتين صلصة حطيت عليهم شوية بهارات وقلبتهم في شوية مية وضفتهم على وش المحشي. عايزه اقول لكم ان بيخليه في حته تانية خالص وبيبقى جميل جدا والله وبيبقى حلو. انا بهز الحله يا جماعه عشان خاطر الحله بتاعتي تشرب كل حاجه، والميه تنزل فيها كده، او الشوربه بتاعتي تنزل في الرز وتتشرب وتبقى حلوه معايا، وتبقى عقدها بتاعي مظبوط، ما يبقاش فيها اي حاجه. طبعا انا بتكلم بالراحه جدا لان انا هبطانه جدا من اليوم، كان متعب جدا ويهبط بصراحه. فانا بعد ما خلصت خالص قلت بقى اسجل لكم الفيديو كده وانا قاعده. هنا بقى عملت الخلطه اللي انا بقول لكم عليها، جبت معلقتين صلصه ضفت عليهم البهارات بتاعتي، حطيت طبعا شويه ميه عليهم. اما المحشي بتاعي غلى، قمت ضيفاه مع المحشي على وش المحشي كده، بتبقى حلوة جدا والله. لو عندك مرق الدجاج بقى وحطيت فيها شوية نعناع مجفف حلو برضو، بتديكي طعم حلو قوي للمحشي مع الخلطة ديت، والله بدي طعم جميل. وسقيت بقى المحشي بتاعي بالطريقة ديت، انا بحب اعملها كده بقى ايه، بتدي طعم حلو قوي. وشكل الاحمر بتاعنا ده حلو بدل الورق ما بيبقى ابيض كده. هنا بقى انا بلف الحلة عشان تستوي من كل ناحية، وعشان تنشف بقى من الجناب، لان جنب عندي نشف وجنب لسه، فانا بلف الحلة عشان ينشف خالص معايا ويبقى حلو. هنا بقى انا خلصت اهو كده، بقى انا خلصت، جبت بقى معلقتين الصلصة بتوعي ضفتهم هنا زي ما انتوا شايفين بالطريقة ديت. لان طبعا كنت واخده من صلصة المحشي وعيناهم، وحطيت عليها بقى شوية مية بس صغيرين ما كترتش. وحط الكفتة بتاعتي بس ايه، انا حباها تبقى بالصلصة كده تتشوح بقى، بس حاجة بسيطة بتدي طعم حلو اوي يا جماعة والله. يعني هي مش كفتة رز بس، هي بتبقى عاطية طعم حلو قوي بالطريقة ديت لما بتسويها شوية في الصلصة، بتبقى حلوة جدا. انا بقى بضيفها بقى في الصلصة بتاعتي، خلاص بضيف بقى الكفتة بتاعتي كده، اقلبها بقى في الصلصة كده تشرب من الصلصة، وبتحطيها بقى معاها ما شاء الله بتبقى جميلة، وريحتها خطيرة، ريحتها طالعة حلوة جدا والله. طبعا انا قلبتها تقلبتين حلوين كده زي ما انتوا شايفين كده، سبتها بقى ايه يجي يعني ربع ساعة كده او اقل في على النار شوية. بعد من كده بقى ايه بطلعها، شوفوا بقى هي شربت الصلصة بتاعتي وبقت جميلة جدا، بقت حلوة، بقت معايا بالطريقة العسل ديت. اغطي عليها بقى واسيبها على جنب، وتعالوا بقى نشوف بقى هنعمل ايه. حبيبتي 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 اه. جبت بقى الطاسه بتاعتي الحلوه ديت، حطيت فيها شويه زيت، جبت بقى اللحمه بتاعتي حمرتها في الزيت، انا حبيت اعملها لهم متحمره تغيير طبعا، محبتش احطها في الصلصه ولا في اي حاجه، انا حبيت احمرها. حطيتها بقى في الصلصه في الزيت كده، حطيت بقى اللحمه تتحمر، واسيبها طبعا على نار متوسطه، ما هديتش النار قوي عشان خاطر اللحمه بتقوم مفرقعه، فانا طبعا مش حابه ان هي تقعد تفرقع في وشنا كده، فسبتها طبعا. حطيتها بقى كلها في الطاسه مره واحده، لان هي الطاسه واسعه معايا، فهي بتاخد اللحمه اللي معايا. بس انا مهديه النار يا جماعه عشان ما يفرقعش في وشي، لان فرقعتها بتبقى صعبه طبعا. والله ملكه كنت شايلها وانا بحمر اللحمه، فانا كنت خايفه عليها جدا، فكنت خايفه عليها. طبعا بقى بعد ما هي اتحمرت معايا هي، حطيت بقى ملكة على الارض، قلت لي وليد تعالى اشتلها. انا بقى هنا حطيت لقمة عيش، وحطيت اللي على العيش اللحمة، لان طبعا ما كانش عندي مناديل مطبخ، ما كانش عندي المناديل، فحطيت بقى لقمة عيش عشان تشرب الزيادة بتاعت اللحمة، لان هي كانت بتطرطش بقى، وخفت على ملكة قوي منها، فطبعا نزلت ملكة على الارض، وكنت بجري بسرعة عشان خاطر انا خايفة عليها برضو من الزيت. بعد من كده بقى انا اشتلت الطاسة بتاعتي وعينتها،
بعدين بقى جبت بقى البطاطس من الفرن، شفتوا بقى البطاطس بتاعتي ما شاء الله كانت طالعه وعامله ازاي زي العسل يا جماعه والله. كانت ريحتها قلبه ومفحفحه وكانت ريحتها حلوه قوي. دي طبعا اللحمه بتاعتي بعد ما انا حمرتها، جيت بقى جبت حله حطيتها على النار وحطيت شويه زيت. وطبعا قلت لا لازم اعمل لهم شويه رز طباخ بقى، ناس شغاله طول النهار وهبطانين، فلازم نعمل لها وجبه غدا حلوه كده وجميله، يطلعوا من بيتنا طبعا يدعوا لنا كده ويقولوا لنا ربنا يصلح حالكم كده ولا اي حاجه، طبعا اللي بينوبهم اللقمه بتاعتهم. فعشان كده طبعا لازم نعمل لهم غدا حلو، او معنى اصح كان عشاء يا جماعه، لان هم مخلصين متاخر خالص. انا بقى حطيت كميه الرز بتاعتي، مش رز لسان عصفور بس، حطيت عليه شويه شعريه صغيرين وسبته بقى يحمر على نار هاديه برضو. جبت بقى الملاحه بتاعتي ديت، حطيت شويه دقه، وطبعا جبت بقى دي دقه بكزبره، ملح على كزبره. حطيت بقى في العين التانية ديت شوية فلفل اسمر وعليهم ملح ناعم، وقلبتها في بعضها عشان اللي حابب اللحمة بتاعته يعكها في الدقة او يعكها في الفلفل الاسمر، ده حسب رغبة اللي حابب. طبعا حطيتها معاهم، انا سبتها بقى على جنب. وطبعا انا كنت مجهزة طبق سلطة صغير وجهزت المخلل، وسبتهم طبعا دول في الاخر خالص عشان طبعا ما يبوظوش، لان هم مخلصين متاخر. انتوا طبعا زهقتوا مني لان انا بتكلم كتير والفيديو طول عليكم قوي، عشان كده انتوا زهقتوا مني، بس انا مرضتش اسرع لكم الفيديو يا جماعه، وحبيت اسيبه لكم بطيء عشان خاطر انتوا طلبتوا مني ما عدتش اسرع الفيديوهات. قلبت بقى لسان العصفور بتاعي في شويه البهارات اللي عندي، وحطيت بقى معلقتين شوربه، قصدي كرنبين شوربه عليه برضو، سقيتهم الشوربة بتاعت اللحمة بتاعتي. طبعا الشوربة اللي بتتبقى مني انا بعينها في الفريزر لان بحتاجها تاني، لان احيانا انا بحتاجها في حاجات انا مش موجود عندي الشوربة، فعشان كده انا بقى بعينها. فقلبت بقى لسان العصفور في بعضه كده، عايزه اقول لكم ان هو بيشرب الشوربة بسرعة، عشان كده بقى قلبته. فسبتها بقى على نار بقى متوسطة، شوف كل ما بحط كانت بيشربوا بسرعة. فحطيت بقى هي بتغلي معايا لان الشوربة كانت سخنة، ونقلت المحشي بقى على العين الصغيرة خالص، سبته يرد مع نفسه كده لحد ما هم يخلصوا. عايزة اقول لكم ان انا بقيت المغرب وطبعا لسه ما كانوش خلصوا، يعني قربنا على المغرب. فهنا بقى الدقة بتاعتي، وهنا بقى اللحمة، وهنا بقى الكفتة بتاعتنا العسل دي، حبيت اوريكم بس الغدا بتاعنا بتاع النهاردة كان عامل ازاي. دي بقى الكفتة بتاعتي انا بشتلها لكم، هي كانت لسه سخنة يا جماعة، بس انا حبيت اوريها لكم واقول لكم عاملة ازاي، وكان طعمها حلو قوي وريحتها كانت طالعة جميلة. طبعا كان بألف هنا وشفا للي ياكلها. ودي بقى صينية البطاطس بتاعت القمر ديت، انا عاملاها ناشفة عشان طبعا كنت عاملة لهم المحشي، فانا بقى كنت عاملاها ناشفة، ما كنتش عاملاها فيها صلصة كتير ولا حاجة. اوريكم بقى الرز بتاعي، وده الرز الطباخ بتاعي الحلو ده، يعني هو لسان عصفور حاجة على قدنا كده، يعني لو كان بقى فيه مكسرات وحاجات من دي كنا ظبطنا اكتر من كده. فان شاء الله بقى المرة الجاية هنعمله احلى من كده بكتير. وده المحشي بتاعي ما شاء الله كان عامل ازاي، والله كان ريحته حلوة جدا وريحته كانت قلبة البيت كله. بس عايزة اقول لكم ان احنا كلنا كنا عاملين محشي برضو. ودي الشوربة بتاعتي، ودي الاكل بتاعي النهاردة. هتيجوا بقى اوريكم احنا كنا بنعمل ايه وتعبنا قد ايه يعني، والناس اللي شغالة دي تعبت قد ايه. دي بقى ايه الاكل بتاع النهارده والغدا بتاع الناس اللي موجوده عندنا. طبعا انا بوريكم بقى واعرفكم بقى الغدا وتشوفوا بقى الحلاوه اللي انا فيها ديت، وطبعا والتعب اللي انا تعبته النهارده. استاهل بقى لايكات كتير قوي وتقولوا لي ايه العسل ده، وتشكروني كده على الفيديو الجميل ده. طبعا بقى الخلاطه شغاله هي زي ما انتم شايفين، كنا بقى خلاص قربنا على المغرب. فطبعا هي بتحط بقى الاسمنت والميه وطبعا احنا البيت بقى على الطريق، ناس بقى راحة وجاية. وهنا بقى الرمل كان بتحط لها الرمل والزلط والاسمنت، ودي بقى كانت بتطلع لفوق وبتحط بقى في الصب فوق. عايزه اقول لكم انا كنت مصوره لكم الفيديو من الاول، بس بصراحه شكله اتمسح مني
او بمعنى اصح بقى نسيت احطهولكم هنا بقى بعد ما احنا خلصنا. ده بقى تاني يوم على طول، لان طبعا ما كناش نعرف نطلع فوق. بعد بقى ما صبوا بقى وخلصوا كده، شفتوا بقى، قولنا بقى ايه رأيكم. متنسوش برضو تحطوا لنا لايكات كده، وتحطوا لنا لايكات كتير. عايزه اقول لكم بقى ان البيت عيله خالص، وكنت بقى شايفه كل حاجه، بس طبعا لسه بقى مصبوبه وما في الصور. فانا كنت واقفه فوق وخايفه جدا، لان هي الواقفه فوق بتدوخ لوحدها. شفت بقى الجمال. دي كان ملوكة بقى طالع معايا، يقول لي لا انا هطلع معاكي يا عمته على السطح. فطلع بقى معايا ووقف معايا على السطح، فرحان بقى، فرحان عشان هي شقتهم بقى، فهو فرحان بقى شوية. هنا بقى الشكل النهائي بتاعنا. قولوا لنا ايه رأيكم في الفيديو، وعقبالكم كلكم يا رب كده، عقبال ما تصبوا. بتوريكم بقى المنظر الطبيعي بتاعنا من فوق، منظر الجامع ومنظر الأراضي بتاعتنا كده، عندنا شايفين كل حاجة. اشوفكم في فيديو